السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا بشكل رسمي الناخب الوطني السابق وليد الركراكي يدخل تاريخ المغرب من أوسع الأبواب، بعدما قاد المنتخب المغربي إلى التتويج بلقب كأس إفريقيا بعد انتظار دام نصف قرن. إنجاز تاريخي يخلد اسم وليد الركراكي كأول مدرب مغربي يحقق أغلى لقب في القارة الإفريقية، ويعيد أسود الأطلس إلى مجدهم الكروي. إذا أكيد أن وليد الركراكي كانت له مساهمة كبيرة في هذا التتويج، وكان هو المشرف على المنتخب الوطني، وكان هو الذي وعد الجماهير المغربية بأنه لن يكون مدرب أفضل منه لكي يحقق هذا اللقب. وعد الجماهير، ويبدو أنه وفى بهذا الوعد. وبشكل رسمي اللقب يحتسب للمدرب وليد الركراكي، لأنه هو من كان يشرف على المنتخب المغربي في كأس إفريقيا الأخيرة. وهنا يطرح التساؤل، هذا مجرد تساؤل فقط: هل يعود وليد الركراكي إلى منصبه بعد أن حقق ما وعد به المغاربة؟ إذن هو سؤال يفرض نفسه بقوة في الشارع الرياضي، خاصة كما قلنا وأن وليد الركراكي كان سببا رئيسيا في تحقيق هذا الإنجاز الذي طال انتظاره، وهو من أشرف على المنتخب المغربي منذ مباريات دور المجموعات، مرورا بمباراة ثمن النهائي أمام منتخب تنزانيا، ورأينا أيضا المواجهة القوية أمام الكاميرون في الربع، وكيف تسيد المباراة وصنع الانتصار. كذلك في دور نصف نهائي كيف أوقف منتخب نيجيريا القوي واللي كان مرشح للتأهل إلى المباراة النهائية، ولكن حنكة وليد الركراكي ظهرت في المباراة وجعلت أسود الأطلس هم من يحسمون بطاقة التأهل إلى النهائي، الذي واجهوا فيه منتخب السنغال، واللي كان بقليل من الحظ والتركيز وقراءة المعطيات أن يحسم على أرض الملعب. ولكن أكيد أن التوقف ولا رفض اللاعب لمدة 15 دقيقة أثر نفسيا على اللاعبين، وخاصة على منفذ ضربة الجزاء إبراهيم دياز. فلو نفذت بشكل سليم ودون انسحاب اللاعبين ديال المنتخب السنغالي، أظن على أن إبراهيم دياز كان قادرا على تسجيل الضربة ومن ثم الاحتفال باللقب. إذن عموما وليد الركراكي كما قلنا، إذا كان السبب الذي عجل برحيله في وقت سابق والتعاقد مع محمد وهبي هو الفشل في التتويج بكأس إفريقيا، فها هي دي الكأس قد عادت. فهل نشهد عودة وليد الركراكي من جديد لقيادة المنتخب في المرحلة المقبلة، على أن يكون محمد وهبي مساعدا له داخل الطاقم التقني؟ إذن هذه كلها تساؤلات يطرحها الجمهور حاليا بعد صدور القرار النهائي من لجنة الاستئناف بالاتحاد الإفريقي. لكن عموما والمؤكد أن ما قدمه وليد الركراكي سيظل محفورا في تاريخ كرة القدم المغربية.